ميرسي. زرنا واحد الزياره لمعبر الدردارات، وفي اي تظاهره تلقاو حاضر معنا، ولا تظاهره تكون عندنا على مستوى مدينه الرباط لانشاء المصلحه العليا ديال الوطن ديالنا، تلقاو في اي مكان. الحمد لله كنشكروا هذا المنبر السيد قائد الملحقه. حنا بقى واعيد راه باقي ما عيطناش عليهم، حنا كنعانيو من واحد الحيف، من واحد الضرر. الشكايه ديالنا موجهه للشركه اللي مسؤوله على الصيانه والتشييد ديال التشويع وتكون الاضاءه. راه غير معقول ان بنادم غادي تلقى قادو صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حسن دقيقة عن النقابة الوطنية المستقلة المهنية سيارات الأجرة والنقل. حنا كنديروا هذه الوقفة الإنذارية اللي هي سلمية بشكل حضاري ضد الشركة المسؤولة عن تشييد وصيانة الطريق وسكة الترامواي اللي كتشتغل بواحد العشوائية. إخوان ديالنا راه كاين اللي مشى ليه دخل في شي حاجه، مشى ليه الطاكسي ديالو. الاخ ديالنا البارح في طريق ولاد زيان مستاسيوني وداخل في حالته لدارو، ما عليه ما بيه، تدخل فيه طاكسي اخر نظرا لغياب الاناره. ولكن المشكل الكبير اللي حنا واقفين من اجله دابا هو انه هذه الشركه دارت واحد التطوار اللي هو مرتفع بواحد 40 سنتيمتر او 30 سنتيمتر على قارعه الطريق. وكاينين الناس اللي منخرطين معنا اصحاب مأذونيات من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي ما يمكنهمش ويستحيل عليهم انهم يدخلوا المقر عندنا. ايضا غادي يولي واحد الاكتضاد في قارعه الطريق اللي غادي يولي من المستحيل انك تستاسيوني وتدخل تقضي الغرض ديالك. اللي هذه مؤسسه دستوريه، النقابه راها مؤسسه دستوريه خاص تراعى الحرمه ديالها. حنا طلبنا منهم غير يحاولوا ينزلوا شويه المستوى ديال التطوار، وهاد الناس شدوا معنا العكس ما عرفتش علاش. حنا هاد الوقفه كنديروها باش نوصلوا الصوت ديالنا للمسؤولين كل من موقع المسؤوليه ديالو في هاد الملف. لان كاين الناس ديال المجموعه الحضاريه ديال الدار البيضاء، كاين الناس ديال السلطات المحليه، كاين الناس ديال هاد الشركه ديال كازا ترامواي. الله يجازيكم بخير. هذا راه مشكل بسيط، احنا تنطالبوا غير باش يديروا لنا واحد شويه يخفضوا هذا المستوى ديال هذا التطوار، ويحاولوا يديروا واحد المدخل وواحد المخرج من هنا باش حتى اللي كان من ذوي الاحتياجات الخاصه يمكن يدخل بديك الفوطيرولون ديالو حتى المقر ديال النقابه. وهذا المقر راه فيه ثلاثه الهيئات، فيه جمعيه ديال اصحاب الطاكسيات، وفيه مقر ديال النقابه، ومقر ديال الجامعه. وشكرا. رحيم عصام السيح، عضو بالنقابه الوطنيه المستقله لمهني سياره الاجره والنقل. هذه الوقفه هذه الاخ الكريم كتجي على الحيف اللي تعرضنا ليه من الشركه تاع كازا ترامواي على الرصيف هذا كما كتشوف مرتفع بواحد نسبه غير قانونيه. غير والبارح واحد السائق معنا مسكين كان داخل المقر ويتعكل، جاب الله شدوا المرافق ديالو، كره جات جبهته على الارض، كره وصلنا لشي امور لا يحمد عقباها. وهاد الوقفه هذه جات ان تلاقينا مع المسؤول ديال الشركه 4 المرات ولا 5 المرات، حنا كنتلاقى معاه، عطانا وعود بان غيخفض على الرصيف، ولكن ما دار حتى شي حاجه، بقى متعنت بالراي ديالو. وهاد الوقفه هذه كتجي باش هذه هي وقفه الاولى، يعني غادي نديروا وقفات اخرين الى ما تلبش لنا المطلب ديالنا على الرصيف هذا. وكما كتشوف حتى التضييق ديال الشارع لان شارع رئيسي كيمروا منه بزاف تاع الناس، كاين احياء هنا مدينه اخرى هنا وراء هذا المقر، وتم التضييق ديال الشارع باش حتى ستاسيونمون ما غاديش يبقى ستاسيونمون مزيان. لهذا درنا هذه الوقفه الاخ الكريم. ورحمة الله. سائق مهني نور الدين بن العوينة، عضو المكتب المسير للنقابة الوطنية المستقلة لمهني سائقي سيارة الأجرة. احنا جينا اليوم باش نوصلوا صوتنا للمسؤولين على الشركة اللي كتقوم بالتجهيز بأنها جات ودارت تطوار طالع وما خلاش لينا واحد الحيز فين كيستاسيونيو المناضلين ديالنا اللي كيعقدوا اجتماعات طارئة، حيت عندنا أجندة مليئه باش نقوموا بزاف الحملات، وكنجيو كنتفاجئوا بانهم ما كيتواصلوش معنا وما بغاوش يعطيونا حتى
شي مسؤول اللي ينسق معنا ويشوف المطالب ديالنا. لذلك اضطرينا اليوم ان يجيو بعض الكتاب والمناضلين انهم يوصلوا صوتهم، وما بغيناش نديروا شي تصعيد، وكندوا بهذا الشيء اللي كيقوموا به، حيت هاد الحرمه ديال النقابه راه ماشي محل عادي ولا هادي باش يجيو عشوائيا بدون سابق انذار، ما يعطيوكش مهله باش تنسق معاهم ولا باش تعرف انت غادي هاد الاشغال اش فيها واش غيديروا انت غيساليو. راه حشومه، راه حنا الحمد لله راه وصلنا لواحد التطور في المغرب، خاص يكون التواصل. كنتمناو ان هاد الناس يستجبوا ويتواصلوا مع المسؤولين ديالنا. الحمد لله حنا عندنا كيان وكنقوموا بزاف المسائل الايجابيه لهاد البلاد، وهذا القطاع راه باوامر عليا من سيدنا نصره الله انه كيقول لهم هذا القطاع خصو يتهيكل، ومن خارطين في لاسينيسيس من خارطين تجديد البطاقه باش هذا القطاع يتنقى ويتقاد ما يبقاوش فيه بزاف المشاكل. خاص هاد الناس هما يستجبوا ملي كيجيو كيشوفوا نقابه عندها حرمه، راه حرمه ماشي سهله تدخل غتشوف اننا كندافعوا على الوحده الترابيه، كنديروا عمليه تبرع بالدم اللي عندنا في هذا الشهر الجاي، وكنديروا عمليه الافطار للمعوزين، كنديروا عمليه الاعذار للمعوزين، كنديروا بزاف المسائل ايجابيه. وكتجي انت وكتعتبرنا حنا محل عادي ولا هكا، راه حشومه. يعني الصوت ديالنا خصو يوصل. حنا جاو بعض العشرات من الاخوان ديالنا ما بغيناش نصعدوا، وكنتمناو يستجبوا بلا ما نوصلوا معاهم شي حاجه اكثر. وشكرا للاخ الزميل عبد الحق مؤمن، الكاتب العام للنقابه الوطنيه المستقله لمهني سياره الاجره والنقل. احنا الان كنتواجدوا امام المقر المركزي للنقابه الوطنيه المستقله. انه اليوم تعرضنا لواحد الضرر اللي هو ملي بدات الاشغال ديال كازا ترامواي. الضرر هو امام مقر ديالنا ديال النقابه اللي كان عندنا واحد المكان مسموح ليه للباركين اللي كنقولوا. هذاك المكان اللي عندنا فيه كنكونوا ستاسيونمون ديال السيارات اجره والسيارات، كيكونوا دوك المهنيين ديالنا كيجيو يتوجهوا. عندنا تحسيس، عندنا انشطه، عندنا اطباء اللي دايرين معاهم واحد عقد الشراكه اللي كنوجهوهم من هذا الباب، دايرين معاهم ديك عقد الشراكه. هذا هو البيت القصيد ديالنا من هذا المكان اللي كنستاسيونو. فاذا بملي بدات الاشغال كنلقاو هنا كما شفتوا تقريبا واحد 3 متر باش خرجوا من المكان، ولينا كنلقاو العرقله في الستاسيون، كنلقاو الستاسيونمون. وكان المسؤول اللي هو مسؤول على كازا مطرب كان هنا وجا قال لنا بالحرف بانه راه غيكون باركين وغيكون هادي. الان ما توصلنا بشي شي حاجه، حنا الان متضررين. في حاله ان شاء الله هذه غير على اثر اشاعه حول الشكايه ديال رفع الضرر اللي موضعنا له من مجلس المدينه السيد والي ولايه جهه الدار البيضاء وعامل عمل الدار البيضاء. الى ما تسواش الامور ديالنا ورجعت الامور الى مجاري، لسه غنشوفوا الخطوات النضاليه اللي غتكون مستقبليا ان شاء الله. اتت الحوار اللقاءات جا هو هنا المعاينه، وكانوا معاه الناس ديال رجال الامن. والوقت اللي حنا هضرنا معاه قال لكم ورينا حنا واحد الطلب ديالنا اللي هو واضعينه لدى في 2021 وحنا 22 سنه وحنا هنا في هذا المكان، وهذا هو الطلب ديالنا اللي حنا واضعين. وما توصلنا حتى شي نتيجه. والان هذا غير اشاعه على اثر الشكايات اللي مشاو اليوم لدى المسؤولين. نطالبوا من المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار هذوك الرسائل وترجع الامور الى مجاريها. نتمنى ان السائقين تعثر يعني وتوعد. راه 3 ديال الحالات وعبر السيارات اللي اصطدموا الشارع. سائقين هنا لا هما كاينين حاضرين معنا اللي هما تعرضوا للحالات اللي مشاو للمستشفى، نقلوا المستشفى عبر سياره الاسعاف. وكاينين بعض الحالات ديال السيارات العاديه مع سياره الاجره ولا الدراجات الناريه ملي دارت هذه الاشغال ديال التراموي. علاش ما الطرقه ما عندوش لي نورم ديالو؟ ماشي لي نورم. لا كيبان لنا ماشي حنا ما حنا بغا التنظيم، حنا يكون عندنا واحد المكان فين ندخلوا فين الستاسيون يدخل داك السائق المهني نوعيوه نوجهوه. هذا هو الدور ديالنا داخل النقابه ديالنا. الرسائل الختاميه اللي كتوجه بشكل مباشر كنوجهوا من هذا المنبر. حنا كنشكروا الاخوان ديالنا ديال الصحافه والجرائد الالكترونيه على ديما حاضرين ملي وحنا هذا النزيف بغينا